فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0. الحمد لله فوز مهم جدا جدا للزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 واول فوز لجروس، وده حاجه مهمه جدا. نختم السنه بفوز لنادي الزمالك بهدفي ناصر منسي اللي سبحان الله كل راجل ما ينزل يبقى ليه تاثير كبير، والهدف الثاني دونجا، ولكن طبعا الهدف الاكثر تاثيرا جون ناصر منسي. طبعا الجون ده هو اللي فتح الجون الثاني، وجون على فكره صعب. فكان عايز اقول حاجه مهمه جدا بس في الاول. شوف كده انا قلت ايه قبل ماتش الزمالك والاتحاد؟ مساحه في ظهر الدفاع، خاصه الثغره اللي موجوده في الباك الشمال، بس المهم ان الكوره تيجي لعبد الله. ليه؟ عبد الله ممتاز في الصروف ظهر الدفاع. طيب زي ما شفتوا طبعا انا اتكلمت على ايه؟ فكره الكوره اللي بتتلعب في ظهر دفاع الاتحاد، خاصه في ظهر الباك الشمال للاتحاد السكندري او الناحيه الشمال للاتحاد، وجبت لك فيها في الفيديو موجود برده قبل ماتش الزمالك والاتحاد، جبت لك ماتش الاهلي والاتحاد وقلت لك ازاي كولر استغل الحته دي وخد منها ضربه جزاء وضيع منها اكتر من انفراد. الناحيه دي الناحيه الشمال للاتحاد. الزمالك عمل كام في الهدف الاولاني؟ طبعا الجون بتاع اللي هو الجون بتاع ناصر منسي من بدايتها من عبد الله سعيد، ده هدف تيبيكال اللي انا بكلمك فيه، ودي حاجه لازم اقولها. وعلى فكره الفيديو ده نزلته يا جماعه يوم الجمعه الساعه 9:30 بالليل قبل اي حد. في ناس زي ما قلت لك بتنزل بعدي، بس انا قلت الكلام ده قبل اي حد بفضل الله، ولازم اقول ده. ليه؟ عشان اقول انت تثق فيا، انا مش بطلع اهبد عليك ولا بطلع اتكلم عليك ولا خالص، انا بطلع اقول لك الحاجه اللي بفضل الله بتبقى اغلبيتها صح، مش كلها، لكن بالنسبه كبيره تبقى صح. كمان انا ببقى فرحان من ثغره معينه انا اتكلمت عليها حصلت تيبيكال وتسجل منها هدف. دي حاجه اللي انا بتكلم فيها. حتى قلت لك عبد الله السعيد، قلت لك عبد الله السعيد بيعرف يلعب الصروف ظهر الدفاع، بيعرف يلعب اللوب اللي في ظهر الدفاع، ده بيعرف يعمله عبد الله السعيد. ناصر ماهر طبعا بيعرف يعمله لكن مش موجود. بتكلم على اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك. دي حاجه تفرحني وافرح اكتر لما الزمالك استغلها. يعني انا اللي بفرحتي طبعا ان انا توقعت الحاجه دي، وكمان ان الزمالك سجل منها، وانا اللي فرحني ان الزمالك يكسب فقط. مش مهم اداء، اهم حاجه ان الزمالك يكسب. حتى لو انا توقعت حاجه ثانيه وحصلت حاجه عكس اللي انا قلتها مش مهم، المهم ان الزمالك يكسب. لكن فرحتي بتبقى زياده قوي لما انا بتوقع حاجه الزمالك بيعملها وبنكسب بيها الحمد لله. نبدا بقى تحليل الماتش. مكان نتكلم على هدف الزمالك الاول تحديدا. طيب الزمالك بدا الماتش يا جماعه 4-3-3، وانا كان عندي مشكله بقى في الخطه دي، مش كاسامي، لا في حاجه ثانيه خالص. بصوا الاتحاد السكندري يا جماعه كان بيلعب ازاي؟ دفاع متقدم، دفاع عالي جدا بدون ضغط عالي على اللي معاه الكوره. يبقى انت هنا اللي ناقصك كوره تتلعب في ظهر دفاع الاتحاد، صح ولا لا؟ طيب هل هو كمدفع بيلعب بنفس الشكل اللي قدام الاهلي؟ تيبيكال لعب بيه بابا فاسيليو قدام الاهلي، هو بالظبط لعب بيه قدام الزمالك على المستوى التكتيكي، مش على مستوى اللعيبه، على المستوى التكتيكي اللي هو الدفاع العالي، ومفيش برده ضغط عالي على مع الكوره. هنا بقى مشكله الزمالك في ايه بقى؟ ان ما كانش فيه لاعب بيلعب اللونج بول في ظهر الدفاع. وانا وجهه نظري الشخصيه بالشكل ده ما حدش اتفرج على الاتحاد خاصه الشوط الاولاني. ليه؟ لو في حد كان شاف الاتحاد كان يعمل حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث. يا اما دخل فتح نص الملعب، ودي مهمه قوي خلي بالك، دخله من الطرف اللي هو المكان اللي كان بيعمله مع جوميز، ادخله جوه هو اللي يلعب اللونج بول. يا اما الحل الثاني يا عم لو انت عايز تفتحه باك شمال صريح تفتح بالملعب مفيش مشكله، نزل عبد الله يلعب اللونج بول. يبقى انت هنا قدامك حل من الاثنين، يا ده يا ده. طب هل ده حصل ولا ما حصلش يا جماعه؟ ايه بقى اللي حصل؟ واسمع بقى عشان ده كلام محدش هيقول لك نهائي. حسن الزمالك كان بيخلي الاتحاد ياخر الدفاع شويه، يعني يخلي الدفاع يقرب من الحارس، اسمها تاخير الدفاع. بلعب دفاع، احنا خلينا الدفاع الاتحاد يلعب دفاع متاخر. ليه؟ عاملين يطلع بالكره على الارض بنص ملعب، ده مش محتاج ده خالص. اللي انت محتاجه كوره مباشره قطريه من ناحيه الشمال في ظهر الباك الشمال بتاع الاتحاد. فبس بس والله العظيم الاهلي عمل ما عملش غير دي. انا اتفرجت على الاهلي والاتحاد وماتشات تانية، بس ده بالذات كولر طول الماتش كوره مع ربيعه لونج بول، ربيعه لونج بول، وكانت بتوصل وجا منها ضربه جزاء وضع منها انفرادين. فيعني انا بقول لك دي حاجات حصلت. ساعتها حارس الاتحاد تالق. هتقول لي ما النتيجه خلصت 1-1 عشان حارس الاتحاد تالق، لكن الفكره في ايه؟ ان في ثغره معينه في الاتحاد الاهلي استغلها، في انديه تانية استغلتها، احنا بقى استغلناها في الهدف الاولاني ولكن كتكتيكيا ما استغلناش نهائي. وكمان في حاجه تانية عشان حق الله برضو يتقال، يعني في بعض اللعيبه ما كانتش في الفورمه خالص الشوط الاولاني خالص. زيزو ما كانش فورمه، عبد الله ما كانش فورمه على فكره الشوط الاولاني، وهقول لك ليه. شلبي ما كانش فورمه، حسام اشرف مش فورمه، كل دول مش فورمه. التغيير اللي قلب المباراه ناصر منسي، دي حقيقه. ولكن في حاجه بقى لازم اقولها مهمه جدا جدا قبل ما اجي الشوط الثاني. ايه الحاجه اللي انت لاحظتها يا جماعه في الماتش؟ هديك 3 ثواني، 1 2 3. برافو عليك. انا ما قلتش طبعا النتيجه، بس انا هقول لك يعني الاجابه. الزمالك بدنيا قوي جدا النهارده جدا. لعيبه الاتحاد بجد والله اول كام دقيقه في الماتش تحسهم خلاص رجليهم مش قادرين يجروا بجد والله. الزمالك لغايه 90 دقيقه بنجري، اللعيبه كلها بتجري، المدافعين بيجروا، خط الهجوم بيجري، خط الوسط بيجري، عبد الله بيجري، كل سيبك من عبد الله نسخه استثنائيه، فبقيه اللعيبه كلها بتجري. مفيش لاعب حسيت ان هو مكسل او تعبان. ده بقى بعيدا عن التكتيك، بقول لك اللعيبه بدنيا الزمالك كان هايل النهارده في الماتش. طب ايه اللي فرق الشوط الاولاني عن الثاني؟ اقول لك انا بقى. عبد الله نزل لتحت شويه، ما بقاش الرقم ال10 الصريح. على فكره الاسيست اللي عمله ده يعتبر كرقم 10 صريح، ولكن بتكلم تكتيكيا عبد الله نزل لتحت شويه. لما ابتدى عبد الله ينزل لتحت شويه هتلاقي حتى شحاته قدام سنه وعبد الله تحت شويه، تحت شحاته. كان الشوط الاولاني ايه؟
شحاته قدامه عبد الله. الشوط الثاني لا، عبد الله قدامه شحاته. دي فرقت طبعا فرقت، لان يا جماعه الثلث الاخير بشكل مباشر كده محتاج سرعه في القرار، وده اي مدرب عارفها واي محلل عارفها. لازم سرعه في القرار، في اتخاذ القرار، سرعه في اتخاذ القرار وسرعه في تنفيذه. الاثنين دي عند عبد الله بحكم السن قلت، ده طبيعي يا جماعه، الناس مش هتفضل تلعب لغايه 100 سنه، ده طبيعي جدا يعني. فانت لما اخرت عبد الله سنه صغيره ابتدى شغل عبد الله يبان. اللونج بول اللي بتلعب عموما انه بيعرف يمسكك الكوره في نص الملعب، مخلي لعيبه الاتحاد اللي هم اصلا ما بيضغطوش مجبرين ان هم يبقى في مساحه في ظهره خلاص. عكس الشوط الاولاني عملنا خلي دفاع الاتحاد متاخر. وفي حاجه ثانيه كمان لازم اقولها، الزمالك طول الشوط الاولاني بنلعب على عرضيات فقط، عرضيات بس، خد بالك، من غير لعب على المساحه اللي في ظهر دفاع الاتحاد. ده كان غلط، لان احنا ما عندناش افضل ناس في الدنيا بتلعب عرضيات. شوف بس الجون اللي احنا جبناه عرضيه، عارف بس اساسه ايه؟ ان عمر جابر تقريبا كان يعتبر انفراد، كان مواجه للمرمى. على فكره ان عمر جابر كان في موقف خطر جدا، ما جالوش تقريبا ولا مره الشوط الاولاني، ده بسبب عبد الله السعيد. والحاجه الثانيه ان اللعيبه الشوط الثاني كانت افضل بكتير من الشوط الاولاني، دي حقيقه فعلا. شلبي كان افضل الشوط الثاني، عبد الله افضل، ناصر لما نزل سجل هدف. ففي بعض اللعيبه الشوط الثاني كان عمر جابر كان افضل، فتوح كان افضل بكتير. فدي لعيبه ما اعرفش بقى ايه، هل جروس سخن اللعيبه ما اعرفش، ولكن اللعيبه سخنهم ذهنيا يعني، مش سخنهم كده يعني، سخن عليهم يعني. لكن عايز اتكلم على الهدف الاولاني للزمالك. انا وجهه نظري 90% او اكتر كمان، يمكن 99% من الجول اللوب اللي عمله عبد الله السعيد لعمر جابر. حرفيا انا بقول لك ده 99% من الهدف. ليه؟ لانه حط عمر جابر في موقف خطر جدا ولوحده، محدش ضغط عليه، خلاص في موقف خطر، سهل انه يلعب عرضيه. خد بالك من دي. الواحد طبعا عمر جابر لعب عرضيه كويسه، ولكن انا وجهه نظري ال1% اللي هو الباقي، او اللي قلنا مثلا 90% لعبد الله، 10% تروح لناصر منسي لسبب بسيط جدا. الجون ده صعب يا جماعه، مش سهل خالص. الكره اللي جايه له مثلا عاليه، لا الكره جايه له في حته معينه كده يعني. انا بقول لك نفس الكره دي جت للعيبه ثانيه في المباراه بدون ذكر اسماء، كانت بتعدي منهم، ما كانش بيشوطوها اصلا. فهو عمل نزل بدماغه لتحت وشاطها، حاجه كويسه جدا منه. دي حاجات حسام حسن ده يا جماعه، لو فكره انه بينزل بدماغه لتحت دي حاجات حسام حسن. ممكن الناس تبقى تشوف الحاجات دي، حسام حسن ياما جاب جوال بالشكل ده. العرضيه بتبقى لا فوق قوي ولا تحت قوي، على فكره العرضيه دي بتبقى صعبه على فكره جدا، وكمان بتبقى ان انت تحط فيها قوه صعبه. ليه؟ لان انت معلش الكره بتبقى عاليه، العرضيه العاليه قوي، انت بتنط فبتاخد جامب، فالجامب بيديك قوه، خلي بالك من دي. وعلى الارض لو انت جات لك عرض فبرجلك برده بيبقى معاك القوه، لكن وسط دي انت لا منها برجلك ولا منها بدماغك عالي، فما معكش قوه. كرة صعبة جدا من ناصر منسي على فكرة، جون رائع من ناصر منسي. والكرة دي جت للعيبة تانية تقريبا نفس الكرة وكانت بتعدي منهم، ما كانش حتى بيشوطوا. فمجرد محاولته انه ينزل بدماغه بالشكل ده ويشوطها رائعة. ولكن العظمة كلها والرقي كله من عبد الله السعيد. حاجة فنية برضو حصلت، بس ممكن ابقى اشرحها بكرة اكتر، لو هقولها لك سريعا. جروس كان مدي تعليمات لشحاتة انه هو كان 8 ناحيه اليمين، فيزيد مع الجبهه اليمين اللي هي جبهه عمر جابر وزيزو. الفكره دي فشلت، مش لان جروس، لا لان شحاته مش بتاع ده. كنا ممكن مثلا بديك مثال ده لقدام، لو ماتش شبه ده ممكن ننزل عمر فرج ده، لو ما فيش ناصر ماهر، لو في ناصر ماهر يلعب على اي حد، بتكلم في العموم. عمر فرج بيعرف يعمل الدور ده، اللي هو بيميل على جبهه معينه ويزيد، يعرف يعملها. انا بس بقول برضو ده ممكن الناس برضو في الجهاز الفني يقولوا لجروس ان هو عمر فرج بيجيد ده قوي. يعني ممكن مثلا تبقى انت عندك جبهه فيها عمر جابر وزيزو، وكمان مايل عليهم عمر فرج اكتر من شحاته. شحاته مش افضل حاجه في الحته دي، ولكن شحاته ما كانش وحش، مش قصدي، بس بقول لك عموما الفكره نفسها هجوميا ما كانتش ناجحه هجوميا. ولكن جروس عايز يعمل جبهه يا جماعه، عايز يعمل زياده عدديه. النهارده زيزو وشلبي ما كانوش بيدخلوا كتير قوي جوه ال 18، خلي بالك يعني، كانت الكوره بتجيله ما كانوش بيعملوا حاجه. يعني شلبي ماشي رفع كام عرضيه كويسه ولعب كام عرضيه كات باك كويسه، ما عندوش مشكله خالص، ولكن بتكلم لما الكوره بتجيله، يعني مثلا عرضيه اتلعبت لشلبي مش افضل حاجه في التعامل، عرضيه اتلعبت لزيزو مش افضل حاجه في التعامل. فدي المشكله. جروس عايز ده، الكثافه اللي تعملها جوه ال 18 تبقى مؤثر، يعني الكوره لو جات لك تحط جول زي ما جت كده الناصر منسي. مان اوف ذا ماتش وجهه نظري الشخصيه عبد الله السعيد، لعب شوط تاني خيالي. لو عجبك لايك شير سبسكرايب، استنى بكره فيديو لقطات بقى مش هتشوفوا غير انا بس. السلام عليكم.